طبعا كلنا في الجو الحر دوت عايزين نعمل حاجه حلوه تكون بارده وفي نفس الوقت ما نقفش في المطبخ اكتر من دقيقتين، ولا عايزين نشغل فرن ولا بوتاجاز. هعمل النهارده معاكم حاجه حلوه سريعه جدا. اول حاجه هنحضرها كوبايه من الكريم شانتيه وكمان كيس من الكريم كراميل وعليه كوبايه من اللبن. هنضرب بقى كويس جدا لحد لما حجم الكريم شانتيه يتضاعف معانا. بعد كده على جنب هنجيب كوبايه دافيه من اللبن وهننزل بيها بمعلقه من النسكافيه، هنقلبه لحد لما النسكافيه يدوب. بعد كده هنجيب كميه حلوه من البسكوت وهننزل بيها في اللبن والنسكافيه، وهنجيب بقى اي صينيه عندنا وهنرصص البسكوت بنفس الطريقه. جبت هنا الكريم شانتيه، ممكن نحطه بالمعلقه او نحطه في كيس حلواني يعني زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنوزعه كويس وهنعمل طبقه تانية من البسكوت برضو كان نعملها بنفس الطريقه. ممكن بقى الاماكن اللي هي على الحروف نكسر كده البسكوت عشان نقدر نغلف بالصينيه كلها بيه. وهنا بقى عملت برضو طبقه تانية، وبعد كده هعمل طبقه تالتة. انا عملت 3 طبقات على حسب بقى ما انتوا عايزين، ممكن تعملوا 4 طبقات 5 طبقات يعني على حسب حجم القطعه انتوا عايزين ارتفاعها قد ايه. هنا كده انا خلصت الكميه كلها. هنجيب بقى قطع بسكوت كده صغيره نقطعها على الوش، وشويه من المكسرات بندق يعني لو عندكم، لو متوفر عندكم، ولا مش متوفر طبعا مش مهم خالص. وبعد كده كان عندي بقى كيس من الكراميل حطيته كده على الوش، وهنا بقى انا قطعته وقدمته في الطبق. طبعا لازم نسيبه شويه في التلاجة، ما تعملوش زي كده خالص، ما تاكلوش بعد ما يتعمل، بس انا كنت مستعجله وكلت منه على طول، كان طعمه خطير.